العام الماضي كي جابوا الكباش المستورده السوق حبس شويه، بدات تنقص الاسعار لان ما كانش هناك طلب. بعدها طلعت كي شافوا انهم ما حاش يجيبوا الكميه. هذا العام ما راهي تجي الكباش المستورده، بصح السومه راهي طالعه. علاش؟ كاين ثلاث اسباب. الحاجه الاولانيه الموال والمربي يقول لك مانيش خاسر هذا العام، يعني خير وبركه، صبت الشتات ما كاين الماكله. هذه وحده. الحاجه نعم هذه وحده، معناتها ما يبيع اليز نعم ما يبيعش عنده يرجع. نعم عنده كاين المراعي. الحاجه الثانيه هي انها عام اللي فات الدوله ما جابتش الكميه، يقول لك يمكن الدوله ما تجيبش الكميه كما عام اللي فات وبالتالي نقعدوا في نفس الاسعار. والحاجه الثالثه المهمه اللي لازم نعطوها بعين الاعتبار هي التهريب. لو كان نشوفوا الان يعني هذه قالوها الموالين يعني في الميدان، قالوا احنا كي نروحوا للسوق دائما نشوفوا لي ماتريكول اللي يجوا كي نلقاو ماتريكول تاع الولايات الحدوديه نعرفوا بلي هذوك الكباش رايحه للتهريب، وبالتالي يقعد السوق دائما مرتفع. لذلك ماذا بينا الدوله تاعنا يعني تاخذ حذرها من هذا التهريب ومراقبه والرقابه على الحدود يعني تاعنا. هذه ثانيه. كذلك بالاضافه الى كل هذا هناك الحاله الوبائيه، الحاله الوبائيه اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار، خاصه يعني بالنسبه للحمى القلاعيه اللي فريمون دارت رايها. لذلك نتمنى كذلك من يعني السلطات المعنيه توفير يعني اللقاحات وكذلك الادويه البيطريه، وكذلك دائما مرافقه هذا المربي وهذا الموال باش كي يكون عنده هذه الامراض يعني تكون في الحين ما يكونش عنده نفوق، لان النفوق هو اللي يخلي المربي يعني يطلع في السومه وبالتالي ما يعاودش يولي للتربيه. احنا ماذا بينا نحافظوا على هذه التربيه التقليديه اللي راهي 70% لانها تمثل امن غذائي عائلي، وتقدر من الامن الغذائي العائلي تروح لنا الى الامن الغذائي يعني المحلي. ولما لا نقدر نروحوا الى التصدير وكان نعملوا بطريقه ذكيه وطريقه استراتيجيه واستشرافيه.